مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اسفه بقى على صوتي بس تعبانه شويه. المهم هنعمل النهارده اكل جميل زي ما انتم شايفين كده. هنعمل محاشي مشكله بطريقه سهله وسريعه، وكمان هعمل معاكم طريقه الفراخ جميله جدا تعتمدوها يعني. بص، المحشي هنا كان جميل، وهنا الفراخ اللي عملناها بالتتبيله دي كانت روعه 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 بجد، يعني الصينيه كانت جميله جدا. زي ما انتم شايفين بقى الكرنب، عملنا محشي كرنب كده. وبعدين التتبيله اللي ماما كانت عاملاها للفراخ دي كانت جميله قوي قوي قوي، بالعسل بقى والباربيكيو. هنشوف التتبيلات مع بعض، هتعجبكم قوي باذن الله. ما تنسوش تحطوا بقى لايك ونشوف الفيديو. زي ما انتم شايفين هنا احنا قلنا ايه، نحط الكرنب وعليه الفراخ ده، الفراخ اللي احنا عاملينها بالطريقه دي، لكن الفراخ التانية هتتغرب بقى مع الخضار اللي احنا عاملينه معاها يعني. المهم بص بقى، المحشي احمر وجميل وكان طعمه تحفه قوي. تعالوا نخش على الطريقه ونعمل الصينيه القمر اللي احنا شايفينها دي. تعالوا هنا معايا اوراق، عملت الدبوس لوحده والفخدة لوحدها ونضفتها كويس. ماما رشت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. وبعدين هنا جابت معلقة من السمنة مع معلقة من الزيت، وبعدين ايه، بدأت ان هي تشوحها كويس. شوحيها بقى من الجنبين كده كويس. وايه، حاولي ان انتي وانتي بتشوحيها ما تقطعيش الجلد بتاعها. تعالوا نشوف المكونات. هنا معايا فلفل رومي، ومعايا بصل وطماطم، ومعايا توم، شرايح من التوم، ومعايا كمان شرايح من البطاطس، ده سمكها، السمك ده كويس جدا ليها. وهنا البهارات بتاعتي، معايا بابريكا، معايا اللهم صل على النبي، فلفل اسود 7 بهارات، معايا ورق لورا، معايا كمان رشة من الكزبرة، وكمان معايا اللهم صل على النبي ليمون لومي وحبهان والتوابل اللي انتي بتحبيها كلها. التتبيله بقى دي كانت تحفه، بس انا للاسف يعني ايه معرفتش ان انا اصورها، التليفون كان فصل. هي عباره عن عسل والبهارات اللي انتي بتحبيها، وتحطي عسل وتكتري قوي الباربيكيو فيها، لان الباربيكيو والعسل هو اللي بيديها النكهه الحلوه. هنا زي ما انتم شايفين البهارات، وحطينا كمان قرفة. وماما كمان حطت جوز الطيب، بيكون بيدي للصينية البطاطس دي طعم وريحة مختلفة وجميلة جدا. حط كمان كبابة صيني، وحط قرنفل. التوابل الصحيحة دي بتدي ليها طعم جميلة جدا. المهم قلبت البصل مع الطماطم مع التوم في صوص التوم دي، قطعتها كده شرايح. وبعدين هنا هتبدأ ترص البطاطس بتاعتنا كده زي ما انتم شايفينها، ترصيها. عايزة تقلبيها كلها في بعض قلبيها، بس احنا عايزينها كده تكون ايه، كل حاجة ليها طبقة يعني. المهم هنا هترص كده زي ما انتم شايفين البطاطس. هتعجبكم قوي والله الوصفة دي جميلة جميلة جدا، وممكن تعمليها كمان جنب رز ابيض او رز بشعرية وبتنجان مخلل بقى وكده، بس احنا هنا كان عاملين كله مع بعض بقى. المهم زي ما انتم شايفين كده، عملنا صينية البطاطس، وبعدين هنا هنبدأ نحط بقية الايه، الطماطم والبصل والفلفل والثوم وكده. اهو هنبدأ برضو نرصهم كده. طبعا احنا عملنا الكلام ده كله بدري، لان ايه كان في عزومة بقى وكده، فعملنا كذا اكلة. الفيديو هيعجبكم بس مش طويل عليكم يعني. المهم هنا بقى الفراخ بعد ما ماما اديتها تشويحة كده زي ما انتم شايفين، تبدأ ان هي ترصها على الصينية، وتحط ايه القرنفل ده. الفلفل ده بقى لما يتشوي كده مع البطاطس وياخد لون كده، يكون جميل جدا تحفة. انا ما اكلتوش بس هما اللي بيقولوا يعني. ماشي كده. وبعدين هنا ضربة في الخلاط طماطميتين مع معلقتين صلصة مع معلقة هريسة، طريقة الهريسة هنزلها لكم ان شاء الله. مع هريسة مع حتة فلفل رومي مع حتة فلفل سبايسي، وكمان حطت شوية ملح حلو كده، والثوم. تمام، يعني توم وطماطم والكلام ده كله. هنا في الشفشق نفسه هو حطت شوية من المية وشوية من الملح، عشان مش هتحطي مية كتير يعني، لان كده كده اوريدي البطاطس هتنزل مية، والفراخ بتاعتك بتنزل برضو سوائل. فايه مش هتحط ميه كتير، هو حوالي كوبايه ميه يعني صغيره كده مش كتير. هتبداي بقى تخليها كده في الفرن بتاعك. وهنا كان السمنه والزيت اللي احنا شوحنا فيهم، هتبدا ان هي تحطها كده من فوق الوش وتحطيها في الفرن على طول. كانت تحفه تحفه وهتعجبكم جدا. هنا الدبابيس زي ما قلت لكم، الدبابيس دي يا جماعه كان طعمها جميل جدا. اصلا بصوا لونها عامل ازاي، كانت تحفه والله، جربوها هتعجبكم. وهنا كمان كانت التسبيكه بتاعه المحشي، طبعا عملناها معاكم كذا مره عشان ما رضيتش يعني اطول عليكم الفيديو كده.
هنا بقى كان معايا ايه، جبنا كوسة وبتنجان وفلفل وكمان بتنجان اسمر، وكمان قطعت الكرنب، كنت سلقته وقطعته، والخضرة بتاعتي وكله جاهز. هنا بقى كنت غسلت الرز، وكمان الخضرة قطعناها وكانت مغسولة وزي الفل. هتبدأي تعملي الخلطة بقى بتاعتك، تقلبي كده الرز مع الخضرة، واهم حاجة تكتري الخضرة في المحشي، لان لما بتكتريها في المحشي بتديكي ريحة بقى وطعم جميلة جدا. المهم انا العروق اللي بتطلع من الكرنب مش بربيها، بنحطها في القاع بتاع الحله بتاعه الكرنب، وكمان القالب بتاع الكوسه مش بنرميه، عشان بنحطه برضو في القاع بتاع الكوسه والبتنجان. بيكون طعمه على فكره حلو قوي، بس الكوسه المره دي ماما هتعملها بطريقه مختلفه، مش هنحشيها كده وخلاص. تعالوا نشوف ايه هي. جبت هنا بصلايه كبيره قطعتها كده مكعبات، وبعدين هنا ما كناش لسه عملنا الخلطه يعني، بس انا حطيتها لكم. المهم قطعت بصلايه كبيره، معايا ربع كيلو كده او 200 جرام من اللحمه المفرومه، حلو كده زي ما انتم شايفين. وهبدا اللي انا ايه، اديها تشويحتين كده حلوين، وهنحط شويه فلفل اسود وشويه ملح، تمام كده، وتقلبيها كويس جدا وتخليها ايه، تتعصج معاكي يعني كويس. الطريقه بتاعت الكوسه دي ماما عملتها جميله جدا، وكانت طعم الكوسه بجد روعه. هتعصجيها شويه، وبعدين هتجيبي بقى ايه، في طبق كده جانبي عن الطبق اللي احنا عملنا فيه الخلطه. هتحطي في الطبق كده الرز على قد يعني المقدار اللي انت هتعمليه للكوسه، وحطينا اللحمه المفرومه، وبعدين ماما زودت هنا شويه من الخضره، لان ايه، زي ما قلت لكم الخضره في المحاشي بتكون جميله جدا. لا اله الا الله. ماشي كده. هنا شكل الخلطتين اهم زي ما انتم شايفينها، كانت جميله جدا. طبعا انا حشيت معاكم برضو كذا مره، فما حشيتش معاكم بقى الكرنب وكده، قلت عشان الفيديو ايه ما يطولش، بس اوريكم كده الايه ماما وهي بتعمل البتنجان. طبعا مش بتحشيه للاخر، يعني بتحشيه كده مش للاخر، ومش بتكبسيه قوي عشان ما يطلعش معاكي ايه، معجن، او اللي هو يفك معاكي وكده. هنا بقى كنا خلصنا. طبعا اتبقى شويه تسبيكه ماما حطيتهم عليهم ميه سخنه، وحطت اللهم صل على النبي، تظبطي الملح مع شويه من الفلفل الاسود وشويه من السبع بهارات. بص شكل الحلل كانت تفتح النفس، وكان طعمهم جميل جدا. هنبدأ بقى نسقي كده الكرنب زي ما انتوا شايفين، وبعدين هتسقي البتنجان والكوسة والكلام ده كله. طبعا في الوقت ده كانت الفراخ عندي خلصت، بس هخليها في الفرن عشان تكون سخنة برضو، بس كانت خلصت وكانت جميلة قوي قوي، وريحتها والله كانت قلب البيت. هنا بقى ماما كانت سقت خلاص الكرنب، هو الاخر اخر صباع كده سقته، وبعدين علقت كده عليه زي ما انتوا شايفين، وسقت برضو هنا الكوسه. الكوسه كانت تحفه جميله والله، كان طعمها حلو قوي. طبعا باللحمه المفرومه، عشان ممكن بقى يعني في العيد، اكلات العيد بقى واللحمه تعمليها في العيد هتكون تحفه قوي. وتعملي بقى جنبيها لحمه محمره، صينيه رقاق، ان شاء الله نعمل معاكم وصفات كتيره حلوه قوي. المهم اللي عملنا الكوسة، وهنا برضو البتنجان ماما بتسقيه، وبعدين هبدأ اعلق عليهم، وايه اول ما يغلوا هوطي النار عليهم يستوي براحتهم. كده كده كان الوقت عندنا لسه بدري يعني. المهم هنا كان كله استوى وبقى مهلبية وقمر. بص بقى المحشي مزيد كده وجميل جدا. هنبدأ بقى نغرف كده الكوسة معانا، كانت تحفة. وبصوا كانت جميلة قوي. هتجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. وكمان ماما كانت غرفت البتنجان. طبعا انا جيت هنا بقى قلت لها يعني خلي الفلفل لوحده، والطبق بتاع الكوسه هنا لوحده، فاهمني؟ عشان ايه، كل حاجه الواحد يعرف ده طبق الفلفل وده طبق الكوسه وكده. ماشي كده. ماما كانت عامله برضو الفلفل الرومي ده اللي مع الكوسه، كانت عاملاه باللحمه المفرومه. وهنا بقى بصوا، فكان طعمه جميل جدا طبعا. وزي ما شفتوا بقى الاكل بعد ما خلص كده، والمحشي بيتصب كده، وكان تحفه قوي قوي. وبصوا احمر وجميل جدا. التسبيكه كانت ماما عاملاها جميله، وكمان بقى زي ما قلت لكم حطينا الفراخ كده فوق الوش مع الصوص كده. الصوص ده كان طعمه تحفه تحفه قوي والله العظيم. ماشي. وصينيه البطاطس كانت قمر، هنشوفها دلوقتي مع بعض ونغرف مع بعض. بجد اكل كان جميل جدا والله، ما خدش وقت، اتعمل على طول. كان حلو يعني. المهم بص بقى هنفتح الفراخ كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه كده. كانت جميله. هنا الدبابيس ماما قالت لي انا هغرفها كده على المحشي الكرنب، وصينيه البطاطس طبعا هنغرفها ايه، في اطباق كده جانبيه يعني لوحدها. قلت لها تمام. اهو بصوا بقى شكل الصينيه كانت جميله، ودي البطاطس بص اديناها بقى وش تحمير كده. كان تحفه قوي.
هنا هو جينا هنا بقى نشوف الاكل مع بعض. تعالوا نشوف الاكل جميل، وطلعنا كمان زيتون وعملنا سلطة. كان الاكل تحفة قوي. تعالوا بقى ايه، نشوف الفراخ من جوه مستوية ولا مش مستوية، ونشوف الكوسة وجمالها من جوه. تعالوا نشوفها مع بعض. بصوا بقى الفراخ كانت التتبيلة مدخلنا لغاية جوه، بجد كانت تحفة. بصوا كانت سخنة مش قادرة. طبعا انا بقى ايه كنت باكل على طول، يعني على طول كده مفيش اي اختلاف، اقطع واكل على طول. كان طعمها جميل جدا وريحتها كان اجمل. وكمان دي الدبابيس بصوا كانت جميله جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. كمان هنشوف الكوسه باللحمه المفرومه كانت تحفه. ان شاء الله من اكلات العيد هنعملها مع بعض تاني. بص بقى الكوسه من جوه والرز مفلفل كده وتحفه قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك، وباي باي.